في الفترة الأخيرة انتشرت مجموعة من الفيديوهات الظريفة لمدير في مطعم الدهان. النهاردة قررنا ناخدكم معانا للمطعم دوت. مطعم الدهان واحد من أقدم مطاعم المشويات في مصر، واللي اتأسس سنة 1890 في حي الحسين. طلبنا لحوم متنوعة. أول حاجة نزلت هي السلطات، سلطة طحينة وزبادي وبابا غنوج وبتنجان وسلطة خضراء. السلطات بتنزل مع الأوردر، ولو طلبت زيادة بيكون ليها سعر تقريبا 23 جنيه. السلطات طعمها كويس والحجم معقول. طلبنا طاجن ورق عنب بالكوارع، الحجم كان مناسب والطعم كويس، لكن كان في شوية شوربة زيادة في الطاجن فكان محتاج انه ينشف شوية عن كده، واللي كان سعره 276 جنيه. طلبنا كمان كباب ضاني، الكباب طري ومستوي كويس زي ما قال الكتاب، والطعم بتاع اللحم ظاهر من غير بهارات كتير مزعجة. سعر الربع كيلو كان 240 جنيه. واحدة من أجمد وأحلى القطعيات في الشوي في الخروف هي بيت الكلاوي، واللي بتكون قطعية كده أحلى من الريش، واللي كانت مستوية كويس جدا والدهون كانت مقرمشة والتتبيلة رائعة وبسيطة. سعر الربع 240 جنيه. وطالما مشويات التجربة طبيعي يكون فيها طرب، واللي كان طعمه جامد والتسوية كويسة. الطرب في المعتاد بيكون حكاية، واللي سعر الربع منه كان ب 220 جنيه. كمان طلبنا نيفة، القطعة كانت صغيرة مش كبيرة لكن التسوية كويسة والطعم جميل، واللي كان سعر الربع كيلو منه 240 جنيه. كمان طلبنا ممبار، واللي كان طعمه جامد ومتحمر صح وكان سخن وده الأهم، واللي كان سعره 64 جنيه. طبعا الأسعار دي كلها كالعادة قبل الضريبة والخدمة اللي بيخلوا السعر الفعلي أعلى طبعا. وآخر حاجة نختم بيها كالعادة هي الشاي بالنعناع دوت، واللي بيجي في البراد ده، واللي بسعر 57 جنيه. المطعم راقي جدا، والقعده والديكورات رائعه، ومستوى الاكل كمان مميز، وهيكون اختيار مناسب جدا لو معاك عشاء عمل مثلا او خارج مع اسرتك. المكان هادي والتعامل ممتاز.